السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة الربح مع محمد نور. ولو دي أول زيارة ليك يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس ليأتيك كل جديد، وما تنساش تدعمنا باللايك وتسيب لنا تعليق أسفل القناة، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. فيديو النهارده عن ايدروب DIN. اتكلمنا قبل كده عن الايدروب ده بس في منصه باينانس، وازاي تشترك فيه من خلال منصه باينانس، وازاي تجمع عمله من الايدروب. اللي ما شافش الفيديو هيلاقي رابط الفيديو في صندوق الوصف، وجميع الروابط التطبيقات اللي هنشتغل عليها النهارده موجوده في صندوق الوصف. هنشرح النهارده ازاي تشترك في ايدروب DIN خارج منصه باينانس. هتشترك من خلال الموقع الرسمي بتاع الايدروب. علشان نكسب من الاشتراك في ايدروب من خلال منصه باينانس، وهنكسب من خلال الموقع الرسمي للعمله، يعني هنكسب الضعف. موضوع النهارده مش على ايدروب ده وبس، لكن هنتعلم ونتعرف على كل الادوات اللي انت هتحتاجها في ايدروب جديد، وازاي تقدر كمبتدئ انك تشترك في اي ايدروب وتكسب منه بسهوله. الفيديو ده هيكون للناس اللي ما تعرفش يعني ايه الايدروب، ونفسها تدخل في مجال الربح المجاني للعملات الجديده وتاخد ارباح قبل طرحها للمنصات. معلومات سريعه تهمك كمبتدئ في عالم الايدروبات. ما هو الايدروب؟ هو عباره عن توزيع عملات مجانيه للعمله الجديده، يعني اللي بيشترك في الايدروب بيكون من اوائل الناس اللي بتكسب العمله ومجانا. ومعنى الايدروب هو الانزال الجوي. ايه المطلوب في الايدروب عشان اكسب عملات مجانيه؟ اي ايدروب له مشروع، يعني اي عمله جديده رقميه ليها مشروع وليها خدمات بتقدمها، وبتبقى مشاريع مختلفه وخدمات متنوعه. مثلا مشروع عامل لعبه جديده، وعلشان تشتري اي حاجه في اللعبه لازم يكون معاك العمله الخاصه باللعبه. والايدروبات فيها ارباح كبيره. انا شخصيا في ايدروب كسبت منه $100، واكبر مكسب من ايدروب كان اسمه تايكو، كسبت منه $400. وفي ناس بتكسب اكتر من $1000، بس لازم تعمل كل المهام اللي بيحددها الايدروب. المهام عباره عن تجربه المشروع، هل يوجد فيه اخطاء، وبعد المهام اشهار لمشروع العمله. كلها مهام سهله بس عايزه تركيز. انا اعلمك ازاي تشترك في اي ايدروب وتعمل المهام، وايه التطبيقات اللي هنحتاجها لو عايز تبتدي اول خطوه في الربح المجاني. اشترك في القناه وفعل زر الجرس، عشان انا هنزل ايدروبات كتير وهشرحها بالتفصيل عشان انت تكون كمبتدئ تقدر تنفذها. وهندخل على الشرح وهننزل جميع التطبيقات اللي هنحتاجها. يلا بينا. ولو انت نويت تخش في مجال الايدروبات والربح المجاني، اول حاجه هتعملها تعمل اشتراك في القناه، وبعدين تفعل زر الجرس بحيث اي فيديو انزله لاي ايدروب جديد يجي لك اختار بيه، وتبقى عارف بكل الايدروبات اللي انا شغال عليها. تاني حاجه هتعملها بعد الاشتراك، هتقوم منزل جميع التطبيقات اللي هنا ديت، وهننزلها مع بعض دلوقتي، وتحاول ترصهم في صفحه خارجيه كده بنفس الرصه اللي انا رصصهم، عشان التطبيقات دي اللي احنا دايما هنشتغل عليها، وهي دي الادوات والتطبيقات اللي احنا هنعوزها لاي ايدروب. فتلاقي روابط التطبيقات ديت موجوده اسفل الفيديو في صندوق الوصف. يلا وقف الفيديو ونزل التطبيقات ديت ورصها نفس الرصه دي كده. وهنخش دلوقتي نشوف ازاي نشغل كل التطبيقات ديت، وازاي نجهزها عشان اي ايدروب انزله جديد تقدر ان انت تنفذ عليه اي حاجه انا اعملها في الايدروب. اول حاجه عندنا هنا ده المتصفح اللي احنا هنشتغل عليه. والمتصفح ده الميزه اللي فيه اللي هو بيشغلك كأنك شغال على الكمبيوتر بالظبط، وتقدر تحط فيه اي اضافات. تاني حاجه هتكون المحفظه بتاعتنا اللي هي ميتا ماسك. المحفظه ديت اللي احنا دايما هنشترك في الايدروبات عشان اي ارباح بعد كده تجيلنا عليها. وعندنا الثلاث تطبيقات دمت اللي هو الديسكورد والتويتر وبعدين التليجرام. الثلاث تطبيقات ديت هي منصات تواصل اجتماعي، وطبعا كلنا عارفين التطبيقات دي بتعمل ايه. ممكن يكون في حد ما يعرفش الديسكورد دوت، بس هو نفس نظام التطبيقات التانية ونفس نظام الاشتراك في التطبيقات التانية. هتدخل الايميل والباسورد وبعد كده هتعمل حساب عليه. التطبيقات دي عبارة بس اللي احنا نخش نشترك في منصات التواصل بتاعتهم، لكن اهم حاجة عندنا هو المتصفح ومحفظه الميتا ماسك. نشوف دلوقتي ازاي هنفتح محفظه على الميتا ماسك. الميتا ماسك بتديك 12 كلمه. ال 12 كلمه دمت مهمين جدا، لازم تحتفظ بيهم في مكان امن. ما ينفعش حد يشوف ال 12 كلمه دمت، وما ينفعش اللي هم يضيعوا منك، لان المحفظه مبنيه على ال 12 كلمه دول. لو ضاعوا منك مش هتقدر تخش على حسابك تاني، ولو فيها اي فلوس يبقى الفلوس ديت راحت عليك. فلازم تحتفظ بال 12 كلمه دمت، عشان ال 12 كلمه دمت اللي انت عشان تفتح المحفظه تاني، لو انت مثلا مسحتها وحبيت تنزلها من تاني وتفتح نفس الحساب بتاعك، لازم تدخل فيها ال 12 كلمه دول. فاحنا هندخل ال 12 كلمه دول
هنا في التطبيق وهدخلها برضو في المتصفح. طب خلينا في المتصفح الاول ونشوف ازاي بنعمل محفظه جديده، وازاي بيدونا ال 12 كلمه دمت، وازاي بنضيفهم عشان المحفظه بتفتح معانا. وبعد كده انت هتقوم عامل الخطوه ديت في التطبيق. هنقوم فاتحين المتصفح كده، طبعا هيجي لك بالمنظر ده. هنقوم عاملين جايين على الثلاث شرط دول، نفتحهم وبعدين نخش على الملحقات، وبعدين نخش هنا في المكان ده عشان نعمل الاضافه بتاعه الميتا ماسك. هيجي لنا بالمنظر ده كده. هنقوم طالعين لفوق كده ونعمل البحث عن الاضافه، فهنكتب ميتا ماسك بالعربي، وبعدين نعمل انتر عشان نخش. وبعدين هي دي الاضافه، هي هنقوم ضاغطين عليها، فهيجي لنا بالمنظر ده اللي هو بيقول لك اعمل اضافه الى المتصفح. هنقوم عاملين الاضافه، هيحمل كده، هتقوم عامل حسنا، فهنسيبه لحد ما يضيف الاضافه بالظبط. فاللي احنا هنعمله هنا في المتصفح هنا في الميتا ماسك، هتقوم انت عامله في التطبيق اللي هو الخارج، اللي هو اللي انا حاطه بره ده. فهنسيبه يحمل كده. هو حمل اهو، جاب لك حتى الازاله، فاحنا طبعا مش هنزلها. احنا هنقوم جايبين الثلاث شرط هنا، ونقوم نازلين تحت شويه كده، هنلاقي الميتا ماسك انضافت معانا. هنقوم ضاغطين عليها عشان نخش نعمل المحفظه. هيفتح معانا بالمنظر ده كده. طبعا لو انت عندك محفظه ميتا ماسك قبل كده، فانت هتقوم مدخل اللي انت عامل محفظه قبل كده تحت هنا، وهتقوم حاطط ال 12 كلمه بتوعك، وتربط المحفظه بتاعك بالاضافه، واللي انت ظبطت الاضافه بتاعك. لو انا اول مره لسه هعمل، هقوم جاي على المربع ده كده، اقوم معلم عليه، وبعدين اقول له اعمل لي محفظه جديده، وهنقوم جايبين هنا، نقوم معلمين على المربع دوت، وهنعمل هنا. وبعدين هيطلب منك ان انت تدخل باسورد. انا طبعا المحفظه دي تجريبيه، يعني انا مش هشتغل عليها. اقوم مدخل اي حاجه كده، تمام. هكتب الباسورد بتاعي مره، وهنا تاني مره. انا بس بحابب ان انا اوريكم عشان، واقوم معلم على المربع ده واقول له اعمل لي محفظه جديده. هنا بيجيب لك شويه معلومات لو انت حابب تقراها. هنقوم عاملين ضغطين تحت كده. هنا ال 12 كلمه، هنقوم عاملين على الاظهار ال 12 كلمه. ضمت ال 12 كلمه اللي انت لازم تحافظ عليهم، عشان هم ضمت لو ضاعوا منك مش هتقدر تخش على المحفظه تاني. الباسورد ملهوش اهميه اكتر من ال 12 كلمه دول. يعني انت اول ما بتنزل، يعني انت لو انت عملت محفظه على الميتا ماسك ومسحت المحفظه وبعدين دخلت عملتهم تاني، هو بيطلب منك اساسا ان انت تدخل باسورد تاني جديد خالص. يعني الباسورد ملوش اهميه. اهم حاجه ال 12 كلمه دول، بتعملهم نسخ وبتحفظهم في اي مكان محدش اللي هو يوصل له، او اللي هم يضيعوا منك. وبعدين بتقوم عامل التالي. هو بيطلب منك بقى اللي انت ايه، بيتاكد ان المحفظه دي تبعك. فانت بتشوف مثلا الكلمه اللي هي في رقم 3 ده، ايه الكلمه اللي موجوده، بتقوم كاتبها هنا. الكلمه اللي في رقم 4 برضو بتكتبها هنا. الكلمه اللي في رقم 8 بتكتبها هنا. بعد ما بتعمل الخطوات دي بتتاكد تاكيد خلاص، هو بيفتح لك المحفظه. طبعا انا مش هكمل لان انا عامل المحفظه بتاعتي، وهفتح المحفظه بتاعتي دلوقتي وهكمل بقيه الشرح. وده كده هيبقى شكل المحفظه بعد ما فتحنا. هنقوم رايحين بقى بعد كده للايدروب، او نروح للمحفظه الميتا ماسك بتاعتنا عشان برضو نفتحها، تبقى نفس النظام دوت. وممكن تفعل البصمه، تفتحها بالبصمه بدل ما تفتحها بالباسورد. بعد كده هتروح للرابط بتاع الايدروب، هتلاقيه اسفل الفيديو في صندوق الوصف. هيفتح معاك بالمنظر ده. هتقوم جايب على الثلاث شروط كده، وبعدين تختار اصدار اللي هو الموقع الكمبيوتر، بحيث اللي هو يشتغل معاك كويس اكنك شغال على الكمبيوتر بالظبط. بعد كده هنقوم عاملين كونكت للمحفظه. هنا نضغط هنا، هيفتح لنا بالمنظر ده كده. بعدين هنقوم مختارين الميتا ماسك. هو هيحولنا على محفظة الميتا ماسك عشان نعمل ربط بالمحفظة للموقع على طول. هنقوم كاتبين هنا طبعا الباسورد بتاعنا. وبعد ما كتبنا الباسورد ممكن يرجعنا تاني. هنقوم ضاغطين على الميتا ماسك عشان نخش نعمل كونكت المحفظة. هنجيب الثلاث شرط كده، هنلاقي علامة الميتا ماسك عليها رقم 1. هنقوم ضاغطين عليها. هنستنى لحد ما تفتح خالص معانا، ونقوم عاملين تأكيد عشان نربط المحفظة. تمام. هنقوم راجعين للموقع تاني بتاعنا، هنشوف المحفظة اتربطت ولا لا. هننزل لتحت كده عشان نشوف هنا المحفظة فوق اتربطت معانا بالمنظر ده كده. تمام كده بقى احنا ربطنا المحفظة بتاعتنا. هنقوم داخلين على المكان اللي فوق ده عشان نخش نعمل بعض المهمات اللي هي الاشتراك في منصات التواصل بتاعته. اول حاجة نقوم ضاغطين عليها.
هيقوم فاتح لنا التويتر بتاعنا. لو احنا مش مسجلين في التويتر هنخش نسجل بالحساب بتاعنا عشان نقدر اللي احنا نربط بيه الايدروب، عشان يطلب مننا ان احنا نعمل اشتراك في الصفحة بتاعته. هنقوم راجعين تاني كده للايدروب تاني عشان نخش نعيد الخطوة ديت. تمام، هنقوم عاملين كده. كده بيقول لنا اربط التويتر بتاعك بالايدروب. وهيرجعنا للمكان تاني. هنقوم داخلين عاملين للتويتر برضو، هنقوم عاملين اعجاب. بعدين هنقوم راجعين للايدروب بتاعنا، هنقوم ضاغطين ضغطه كده. هو كده بيقول لنا خلاص العمليه تمت. هنقوم رايحين للمكان التاني. برضه هندخل حسابنا اللي هو التليجرام على المتصفح، ونقوم رايحين للتليجرام عشان نأكد العمليه. هنخش كده ونقوم عاملين اللي احنا اكدنا العمليه، عايزين اللي احنا نربط بالمتصفح ده. كده هو ربط لنا التليجرام بتاعنا. بعدين هنقوم داخلين هنا عشان نخش الاشتراك في القناة بتاعهم. هنقوم عاملين انضمام، وبعدين نرجع للايدروب تاني ونقوم ضاغطين كمان ضغطة عشان يأكد لنا ان العملية تمت. هنقوم رايحين للديسكورد هنا. طبعا هيجيب لك اللي انت عايز تخش تشترك في الايدروب بتاعهم. طيب لو انت ما جابلكش المنظر ده، ممكن يجيب لك الباسورد، اللي انت تدخل باسورد وتفتح الحساب بتاعك على المتصفح ده. هنقوم عاملين كده. هيرجعنا للايدروب بتاعنا، نضغط كمان مرة. وبعد ما نسجل تسجيل الدخول على المتصفح بالديسكورد بتاعنا، هيقوم جايب لنا المنظر ده. هنقوم عاملين انضمام للديسكورد بتاعهم. هيقوم فتح لنا الديسكورد عشان نأكد الموضوع. وهيجيب لنا المنظر ده. هنقوم ضاغطين وهنرجع كده للايدروب نشوف هو تمت العملية ولا لسه ما تمتش. ونقوم نجرب كده، نضغط نشوف. كده العملية برضو نجحت. ممكن يعيد لك الخطوة كذا مرة، فانت تخش تحاول تفضل معاه لحد ما يجيب لك علامة صح على العلامة دي. هنيجي في اخر خطوة، هنقوم ضاغطين هنا. تمام، ولهم جايبين الثلاث نقط ضمت عشان نشوف العلامة اللي هي على الميتا ماسك. بيقول لك أكد المعاملة ديت. هم رايحين عاملين تأكيد، وهنا بيقول لي جاري كده الانتظار. وبيقول لك هنا تم التأكيد. بعد ما يعمل لنا تم التأكيد، هنقوم رايحين على الايدروب تاني، وهيجيب لنا العلامة ديت اللي احنا كده خلاص تممنا الاربع مهمات بنجاح. وطبعا كل مهمه من ديت ليها عدد نقاط معينه، فالفكره من الايدروب ان انت تجمع النقاط دي كلها. وبعد ما خلصنا المهام هنقوم رايحين كده للصفحه الرئيسيه. هم هنا في المكان ده كده هم. تمام، هيجيب لنا هيدخلنا على دي. هنقوم داخلين تحت هنا. دي اضافه لازم تنزلها. هنقوم عاملين هنا تحميل كده عشان يدخلنا على الاضافات اللي احنا هنقدر اللي احنا نعمل الاضافه ديت على المتصفح. هنقوم عاملين الاضافه ونقوم عاملين حسنا ونسيبها تحمل معانا. الاضافه ديت هتفتح لنا مهام تانية وهتخلينا نلم نقاط اكتر، والنقاط دي بعد كده بتتحول للعمله. تمام، هنيجي هنا في الثلاث شرط ضمت هنلاقي الاضافه اتحملت هنا. وبعد ما حملنا الاضافه هنقوم رايحين هنا في المكان ده، هنقوم ضاغطين عليها، ونقوم هنا جايين نضغط هنا برضو. هيقوم مدخلنا على التويتر، والاضافه هتكون موجوده
في الجنب هنا زي ما انت شايف في المكان ده بالظبط كده. تمام. هنقوم ضاغطين عليها، وبعدين هنقول له ربط بالمحفظه، ونختار اللي هي الميتا ماسك طبعا بتاعتنا، وهنروح للثلاث نقاط. هنلاقي الميتا ماسك طالب مننا اللي احنا نعمل عمليه تاكيد. نقوم عاملين اتصال، بعدين نرجع للمكان اللي احنا كنا فيه، ونقوم ضاغطين تاني كده نشوف ايه اللي هيحصل، ونقوم رايحين للميتا ماسك. طبعا العمليه اللي ما تنجحش معاك كررها تاني، يعني العمليه اللي ما تلاقيها ما نجحتش معاك تقوم مكررها تاني كده. احنا دخلنا، هتحط برضو الكود اللي انا سايبه لك في صندوق الوصف، هتقوم حاطه هنا وتتك اوكي. تمام. هنقوم هنا داخلين في المكان ده، طبعا ديت النقاط اللي احنا جمعناها. هنقوم ضاغطين هنا، وهنشوف الميتا ماسك طالب مننا تأكيد ولا لا. كده هو طالب مننا تأكيد. طالما الميتا ماسك عليها علامة واحد كده يبقى هو طالب تأكيد. هنقوم عاملين التأكيد، وهنسيبه لحد ما يتم التأكيد، وبعدين نرجع للمكان اللي احنا كنا فيه. وبعدين نرجع للمكان اللي احنا كنا فيه، وهنا بيقول لك العملية تمت بنجاح. وهنا زاد عندك بقت 60 نقطة، كانت 55 بقت 60 نقطة. بعد كده هنقوم داخلين على الثلاث نقاط دمت، ونقوم عاملين إصدار الكمبيوتر. لأن الأيدروب ده يا جماعة هو المفروض يتعمل على الكمبيوتر. تمام. يعني كل المهام ديت هي المفروض تتعمل على الكمبيوتر، بس أنا حبيت أشرحها على التليفون عشان أكترية الناس معاها تليفون، وفي ناس كتير ما عندهاش كمبيوتر. فانا حطيت المتصفح ده عشان اللي هو اكني شغال على الكمبيوتر بالظبط. بعد ما احنا عملنا وجاب لنا الاصدار زي بتاع الكمبيوتر كده، هنقوم جايين هنا. تمام. ونقوم ضاغطين على اول واحده، ونقوم رايحين للثلاث نقط دمت عشان نعمل عمليه تاكيد للميتا ماسك. هنرجع تاني كده لحد ما تظهر العلامه اللي هي علامه التاكيد على الميتا ماسك، ويفتح الميتا ماسك وهنعمل تاكيد. هنقوم عاملين التاكيد، ونستنى لحد ما التأكيد يتم، وبعدين نرجع للمكان تاني. كده تمت العملية. هنقوم راجعين للصفحة اللي احنا فيها. تمام. وهنا جاب لي علامة ساعة. حاول ان انت كل 6 ساعات تخش تعمل الموضوع ده، ده بيديك نقاط زيادة. فالموضوع اللي انت كل 6 ساعات تخش تعمل الموضوع دوت. وهنا بقى المهام دي لازم تتعمل على الكمبيوتر. يعني انا حاولت اعملها هنا على المتصفح ما رضتش تعمل، فلازم الكمبيوتر. طيب، في بقى اللي احنا ممكن احنا نعمل بعض المهمات برضو عن طريق الميتا ماسك على طول. تمام. هنقوم رايحين على الميتا ماسك، نخش عليها كده، وبعدين نفتح الميتا ماسك بتاعنا، ونقوم رايحين هنا. ده يعتبر المتصفح بتاع الميتا ماسك، يعني هنا مكان زي المتصفح بالظبط بتاع ميتا ماسك. واخدين الرابط هنا. تمام. ونقوم عاملين له لاصق في المكان ده، وبعدين ندخل عشان اللي احنا نفتح الموقع على متصفح الميتا ماسك. نقوم عاملين ستارت. نرجع كده، هنا هنعمل المهام دي برضو. ولو عندنا بالمنظر ده يبقى احنا المهام اللي احنا عملناها على على المتصفح التاني هي بتعد عندنا هنا. تمام. هنيجي اللي هم عاملين ستارت في الاخر. يعني انت عندك ده وقت، ده كل 6 ساعات بتخش تعملها. دي المهمة اللي احنا عملناها في المتصفح اللي احنا كنا عاملينه دلوقتي، هي دي المهمة. ودي المهمة التانية مش راضية تتعمل على المتصفح التاني، فانت هتخش هتعملها هنا. فانت كل 6 ساعات هتخش تعمل المهمة ديت، وبعدين كل 24 ساعة هتخش تعمل المهمة دي. هنيجي هنا نقوم عاملين ستارت. هنا عندك الأحالة بتاعتك اللي انت تقدر ان انت تدخل اصدقائك منها. ده رابط الأحالة بتاعك.
وده كود الاحاله بتاعك برضو. تمام. وبكده اللي انت ايه عملت كل المهمات. فانت كل شويه هتخش كل 6 ساعات تخش تعمل المهمه دي والمهمه دي. تمام. وبكده احنا نهينا الشرح على التليفون. طب هنروح دلوقتي الشرح نكمل بقيه الشرح على الكمبيوتر. اللي عنده كمبيوتر ممكن يقدر يخش يكمله، واللي ما عندهوش مش مشكله يكتفي بالكلام ده. كده كده دي نقاط انت بتاخدها، يعني هتجمع من هنا، ولو عندك كمبيوتر هتخش تجمع منه برضه مفيش اي مشكله. هننتقل دلوقتي للكمبيوتر عشان نشرح بقيه المهمات وازاي تعملها على الكمبيوتر. وكده رحنا للكمبيوتر عشان نكمل الشرح للمهام اللي هي هتشتغل على الكمبيوتر. هنا عندك الموقع اهوت، وهنا عندك محفظة الميتا ماسك، نفس الموضوع اللي انت برضو هتضيفها في الاضافات على جوجل كروم، يعني نفس الكلام ونفس الموضوع. هنيجي نخش هنا على المحفظة. تمام. ونضغط هنا. هنا ممكن ما يقبلش علشان في نقطة لازم نعملها، لازم نضيف على محفظة الميتا ماسك الاو بي ام بي. تمام. فهنا الشبكة مش موجودة على المحفظة هنا، لكن كانت موجودة على في الشرح اللي هو لسه اللي انا لسه عامله دلوقتي. فدلوقتي هنروح نضيف الشبكة ديت. وممكن كمان اللي هو الموضوع عنده اولا في الاول كان بيعمل الحركه ديت، برضه هيعمل نفس القصه. يعني لو انت دخلت في اول الشرح خالص ولقيت ان المحفظه مش راضيه تربط معاك، هتعمل نفس الموضوع ده. هتفتح الموقع ده هتلاقي برضه الرابط دوت في صندوق الوصف. تمام. وتقوم عامل كونكت المحفظه. بعد ما ربطنا المحفظه هنقوم ضاغطين هنا، هيفتح المحفظه معانا عشان نضيف الشبكه. هنقوم عاملين اضافه. تمام. وبكده الشبكة انضافت معانا. هنفتح المحفظة كده عشان نتأكد هي انضافت معانا ولا لا. هنيجي هنا هنلاقي ان الشبكة فعلا انضافت معانا او بي ام بي. تمام. يبقى كده احنا ضفنا الشبكة بنجاح. لو الموضوع عاكس معاك في الاول خالص، هتعمل نفس الخطوة دي برضو وتضيف الشبكة عليه، وهنرجع تاني للموقع وهنربط المحفظة بتاعتنا. طبعا المحفظة اللي احنا ربطناها في الاول خالص، يعني اللي احنا شغالين عليه، عشان يجيب لنا كل الحاجات ديت معمولة علامة صح، واللي احنا نفذنا جميع الاوامر دي. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنقوم رايحين على هوم كده. تمام. وهنعمل نفس الخطوات بقى اللي احنا كنا عاملينها. هنقوم جايبين هنا عشان نضيف الاضافة الى جوجل كروم. هنعمل ادد وهنستنى عليها لحد ما تنضاف. طبعا هي بتنزل هنا اهيت. نفس الموضوع اللي احنا عملناه في المتصفح بتاع الهاتف هنعمله بقى دلوقتي في المتصفح على الكمبيوتر، عشان كل الخطوات تشتغل معانا ونعمل الايدروب مظبوط ونزود عدد النقاط. كل اللي احنا بنعمله ده اللي احنا بنحاول نزود عدد النقاط بتاعتنا عشان نكسب اكبر مكسب نقدر اللي احنا نكسبه. هنيجي هنا كده على الاضافات، هنلاقي الاضافه نزلت تحت هنا اهي. هنقوم ظاهرينها هنا كده عشان تبقى موجوده لنا هنا. تمام. وبعدين هنرجع للموقع وهنقوم عاملين ستارت هنا وجو. هيقوم مدخلنا على التويتر بتاعنا. انا اول ما فتحت التويتر لقيت المنظر ده قدامي كده. طبعا هنقوم عاملين بلوك ان المحتوى ده ما يجيليش تاني خالص، او صورة زي دي ما تجيليش. تمام. على العموم نكمل بقية الشرح. لو انت فتحت التويتر ولقيت اللي هو طالب منك تسجيل الدخول، هتعمل تسجيل الدخول وهتلاقي الاضافه موجوده في الجنب هنا اهيت. هنقوم رايحين للاضافه وهنقوم عاملين اضافه للمحفظه، وهنعمل تاكيد الربط مع الاضافه اللي موجوده ديت. هنقوم عاملين اتصال وهنستنى لحد ما يفتح الميتا ماسك عشان نعمل عمليه التاكيد. هنقوم نازلين تحت شويه كده ونقوم عاملين تاكيد ونستنى لما يفتح المكود. تمام كده هو فتح لنا الاضافه هنايات وفتح لنا الاوامر اللي هي ما كانتش راضيه تشتغل. فاحنا هنشوف هنقدر نشغلها هنا ولا لا. هنيجي هنا هنقوم ضاغطين هنا. تمام. ونقوم عاملين كده. هي المهمه ديت وحده تخزين، فهي مش راضيه تشتغل. وحده تخزين بناء على، طيب ممكن نكون اللي احنا نكمل المهام دي الاول
وبعدين نعمل الكلام ده كله. طيب هو بيقول لك هنا اللي احنا نعمل اي تعليق على اي منشور. تمام. وهنقوم ضاغطين هنا، وبعدين نعمل رد. هنا بيقول لك حصلت على 15 رقاقة. تمام. يعني احنا نحاول اللي احنا نكمل في الموضوع دوت، اللي احنا نحاول نرد على اي منشورات تبع الايدروب. تمام. هنيجي هنا نعمل برضو نشر، ونقوم عاملين كده، ونقوم كده حصلنا برضو على 15. فاحنا نحاول ان احنا نعمل رد على المنشورات. فاحنا كده شرحنا كل الطرق اللي انت هتقدر تجمع بيها نقاط، وجمع على قد ما تقدر. كل 6 ساعات خش اعمل المهمة ديت، وعلى قد ما تقدر تعمل المهمة ديت، بحيث ان احنا نجمع عدد كبير من النقاط عشان نكسب مبلغ كبير. وباذن الله لو في اي تحديث للايدروب انا هنزله عندي على القناه، وهمشي معاه خطوه بخطوه، وهتابع الايدروب خطوه بخطوه. واي ايدروب هنزله برضه هتابعه خطوه بخطوه، بحيث ان اي تحديث ينزل على اي ايدروب انا هشتغل عليه انزله عندي على القناه. عشان كده اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان اي فيديو انزله يجي لك على طول، وتكون ما انت من اول الناس اللي انت تخش تتابع الفيديوهات وتتابع الايدروبات وتشترك فيها. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.